المسجونين إلى خارج بورسعيد. هذا وقد ذكرت وزارة الصحة أن المواجهات أسفرت حتى الآن عن إصابة أكثر من 300 شخص، بينهم نحو 40 إصابة بالخرطوش. معي من هناك للمزيد من التفاصيل معي الصحفي أحمد الجمال. أحمد، ما هي آخر تطورات لديك على الأرض؟ نعم، الآن صرح لنا وكيل وزارة الصحة ببورسعيد الدكتور حلمي العفني أن نتيجة الاشتباكات في بورسعيد أسفرت عن 360 مصابا، 39 منهم بإصابات بالخرطوش والباقي اختناقات. وكما أعلن وفاة مجند، والثاني إصابة خطيرة. كما أصيب العقيد من القوات المسلحة، عقيد شريف العريشي، بطلق ناري نقل على أثره إلى المستشفى العسكري. والآن يعني تنتهي إجراءات نقل العقيد شريف العريشي إلى القاهرة لإسعافه هناك. الأمور في بورسعيد تتصاعد، وخاصة بعدما أصدرت كل من وزارتي الدفاع والداخلية بيانات تؤكد أن مجهولين هم الذين كانوا يتشابكون بإطلاق النار، والكل كان يرى في بورسعيد مدرعات الشرطة والجيش في المواجهة. وهذا ما أثار المتظاهرين بشكل كبير، وتجمعوا بشكل كبير الآن في ميدان الشهداء قبالة مديرية الأمن والديوان العام. الوضع الآن وأنا أنقل هذه المداخلة يكاد يكون هدوءا حذرا، ومنذ نصف ساعة تقريبا كانت طلقات نارية تطلق على فترات متقطعة. أما الوضع كان منذ ساعة كانت أعيرة نارية متبادلة، كانت بشكل مكثف، استمرت لمدة أكثر من نصف ساعة. الوضع في بورسعيد التوتر يسود كل الأهالي، والتوتر يسود بورسعيد، واستغاثات صدرت وتم التصريح بها لنا من نقيب المحامين في بورسعيد صفوت عبد الحميد. كان يستغيث بالقوات المسلحة أن تنزل وتحمي الشعب البورسعيدي والمتظاهرين. والأمور في بورسعيد معرضة للتصعيد في ظل أو تتوازى تماما مع تجاهل إصدار قرارات من شأنها حل الأزمة. نعم، شكرا جزيلا لك. أنا معي الصحفي أحمد الجمال من بورسعيد.